السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده جايه لكم بوصفه حلوه جدا هتعجبكم قوي قوي، بس تابعوا الفيديو لحد الاخر عشان تعرفوا عملت ايه. عملت القدوسيه النهارده الصعيدي، تعمليها بكل سهوله، بس اهم حاجه يبقى عندك مكنه. عملتها للقناه من غير مكنه بالسكينه، طلعت برضو تحفه من الجمال، ما اثرتش في اي حاجه. بصوا بقى القدوسيه هنا شكلها تحفه من الجمال كده ويفتح النفس. بصوا هنا كده عملناها بالسمنه، بس اهم حاجه ان العجينه بتاعتك تبقى طريه، ما تبقاش ناشفه قوي. العجينه بتاعتك ما تزورش في الاكل كده، تبقى تحفه من الجمال. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هنا حطيت كيلو من الدقيق وذره من الملح، مش اكتر ولا اقل من كده. تمام، هقلب من المعلقه كده عادي خالص. تمام زي ما انتوا شايفين كده، وازود ميه بقى لحد ما العجينه بتاعتي تاخد الكميه المظبوطه للميه. عارفين كل دقيق على حسب امتصاصه للسوائل. هقلب كده زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. بصوا لو العجينه حسيتيها طريت منك زوديها دقيق، مفيش اي مشاكل. بعجن العجينه بتاعتي لحد ما تكون عجينه كده طريه، ولا هي ملزقه ولا هي طريه جدا. تمام، حطيت هنا صينيه ورشيت على صينيه دقيق. تمام، واخد العجين كده وارش عليه دقيق عشان ميلزقش في ايديا، واقطعه قطع كده ما تكون مش كبيره قوي ولا صغيره قوي. تمام، عشان تخلص معايا بكل سهوله وتخلص معايا بسرعه. هاخد اول قطعه كده انا عملتها عشان تبقى طريت. تمام، وريحت معايا عشان تفرد معايا بكل سهوله. ميزه ان انت تاخدي اول واحده انت فردتيها، تمام، بتفرد معاكي بكل سهوله. بنفرد العجينه كده زي ما شايفين على الرخامه، بس هفردها بدقيق عشان العجينه بتاعتي طريه. تمام، كل ما العجينه بتاعتك تكون طريه كل ما القدوسيه بتاعتك تكون في الاكل حلوه قوي وما تزورش. خلاص القدوسيه الناشفه. تمام، العجينه لما كل ما العجينه تكون ناشفه القدوسيه بتاعتك بتزور في الاكل. خلاص، هنا بقى بنفرد كده بكل سهوله زي ما انتم شايفين كالمعتاد، يعني بنفرد الفطيره بتاعتنا كاني بعمل فطير عادي خالص. بس اهم حاجه الفرده بتاعتك تكون طريه وتكون ناعمه. تمام، بصوا بقى هنا بفردها بالنشابه اليدوي دي، بالنشابه الرول، عشان انا واخده عليها. اول ما افرد كده لحد ما اوصل لحد ما تكون العجينه بتاعتي رقيقه خالص، الفطيره بتاعتي رقيقه خالص، برشها بالدقيق كده كويس جدا وبنعمها كده عشان الدقيق يتوزع عليها كلها. خلاص، كل ما الاقي العجينه بتاعتي من تحت كده كل ما بقلب الاقيها محتاجه دقيق، برش لها رشه بسيطه من الدقيق. بعد ما الفها رول كده، تمام، بقطعها بالسكينه زي ما انتوا شايفين كده عشان تنزل في المكنه بكل سهوله. بصوا بقت شرايط كده. اهم حاجه الشرايط دي ما تكونش بتلزق في بعضها، عشان ما تلزقش في بعضها بضيف لها دقيق وبرش عليها دقيق، وبرش عليها كميه دقيق بتبقى كويسه عشان تنزل في المكنه. تمام، دي شكل المكنه كده. تمام، اما تنزل في المكنه ما تلزقش وتلزق في بعضها وتبوظ مني. خلاص، اول ما بنزل في المكنه كده بشد العجينه زي ما انتوا شايفين كده. لو لقيت العجينه بتاعتي طريه برش عليها دقيق علشان خاطر ما تلزقش في بعضها وتطلع معجنه معايا. تمام، ما تبقاش ملزقه في بعضها. خلاص، هتبقى كتله كده من العجين ومعجنه، مش هيبقى ليها اي معالم. لكن هنا يعني مالك الوصفه النهارده اكتر من الوصفه الدقيق. خلاص، اكتر ما بطلع القدوسيه ناجحه، تمام، هو سبب نجاحها الدقيق يا جماعه. خلاص، لما بحط دقيق كده واخليها فيها كميه دقيق كويسه. تمام، بالذات لما بتكون العجينه طريه. خلاص، بصوا اول ما انزلها في المكنه كده بتبقى شرايط معايا كده بكل سهوله ومتتقطعش مني خالص. هنا كده حطيت حله بتاع البخار. تمام، وحطيت عليها شاشه، بس اهم حاجه الشاشه زي ما انتوا شفتوا كده تكون رقيقه كده وناعمه، وتكون تدخل البخار فيها. خلاص كده نزلت اول فطيره كده، وهبتدي اشتغل في التانية. فردتها كده زي الاولانيه. تمام، وبرولها كده، بتنيها فوق بعضها كده، وكل مره برش دقيق عشان ما تلزقش في بعضها. خلاص، دي اهم حاجه في وصفه النهارده، ان انتي تستعملي دقيق في المحكم. يعني النهارده بصي لما بتلاقيها ملزقه رشي دقيق. خلاص العجينه عليها دقيق ومش ملزقه معاكي وماشيه معاكي كويس، خلاص مش لازم تحطي دقيق. خلاص، بصوا بفرد العجينه بايديا كده الاول. تمام، عشان تبقى معايا طريه ورقيقه، ما تبقاش طالعه تخينه.
عايزه تبقى كل ما بترقي الفطيره بتاعتك الفطيره بتاعتك بتبقى رقيقه اكتر، تمام، كل ما القداسيه بتاعتك بتطلع ناعمه والشرايط بتاعتها خفيفه جدا. بصوا، خلاص هنا بنتي بقى بتساعدني، تمام. بصوا بنفرد العجينه كده الاول، لو لقيتها بس محمله كده شويه بخليها تبقى، او ممكن لو انتي عايزه تفرديها فرد اكتر ممكن تفرديها تنزليها في المكنه، في مكان في المكنه اللي هو في النص ده، تمام، بتفرد العجين. خلاص بنزل كله كده زي ما انتوا شايفين. وصفة النهاردة كانت حلوة جدا. لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي منى ودي قناتي. اشتركوا في القناة وفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم إشعار بكل وصفة جديدة بنزلها على القناة. بصوا ما تنسوش اللايك عشان اللايك بيرفع الفيديو. بصوا كل ما بعمل فطيرة من الفطاير دي، تمام، أول ما برجع للحلة كده بتاعة البخار، تمام، بنزل. شايفين بقى أنا شلت الحبة اللي هم استووا شوية كده، هم كده نص سوا، تمام. بشيل شوية كده واحط دول على الجنب ودول على الجنب التاني عشان اعرف دي سواها ايه ودي سواها ايه. خلاص كده. بصوا بعد ما طلعت 3 4 فطاير كده، بصوا بتديني كمية حلوة أوي. يعني كيلو دقيق ممكن يعمل معاكي حوالي 2 كيلو ونص من القطاسية. خلاص. بصوا بقى هنا كده. طيب انت عايزة تسخنيها كده بعد ما تخلصي خالص طبعا، بتبقي عايزة تاكلي منها. هناكل منها ازاي واسخنها ازاي؟ بعد ما شلت حلة البخار خالص، حطيت شلت الشاشة، تمام، واحط القدوسية على المصفى من فوق، تمام، واحط لها السمنة بتاعتها واقلبها على البخار. تطلع معاكي تحفة من الجميل، بتطرى اكتر وبتنعم وبتبقى تحفة من الجميل. كل اللي كل فيه منها شكرها. واتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في الوصفة بتاعت النهاردة. سهلة جدا وبسيطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد.